في اختبارات القوات الخاصة في كذا دولة من الدول العظمى في تمرين وحيد هو اللي هيحدد لو انت هتكمل معانا او انت مش هتكمل، والتمرين ده من عدة واحدة بس، وهو تمرين الديد هانج او العجلة بالتعليق، اللي هو انت بتعلق ايدك، يعني بتمسك العجلة بتاعتك وبتسيب جسمك للجاذبية، ولو انت اخدت اقل من 30 ثانية متعلق مش بتكمل الاختبارات ومش بتتقبل اصلا في القوات الخاصه. هتقول لي بس ده مجرد تمرين، ما انا ممكن اكون بعمل عدات ضغط كتيره او حتى بعمل عدات عقله كتيره. للاسف موضوع الديد هانج ده او موضوع التمرين ده مش متعلق بقوتك الانفجاريه او قوتك في تمرين معين، بل معتمد بشكل كبير على قوه التحمل عندك. هتقول لي بس ده بيقيس على عضله الريست بس. لا، هو بيقيس على جسمك كله. ايوه جسمك كله، لان ده بيقيس على مستوى عضلات الريست عندك والذراع فعلا، ولكن على مستوى الجهاز العصبي لجسمك كله. اكتب لي في التعليقات قدرت توصل لكام ثانيه في التمرين ده، وهبعت لك التقييم بتاع المستوى بتاعك، واوعى تنسى تعمل لي متابعه.